النهاردة قلنا نروح نقضي يوم جميل في الشمس الدافية في النادي الأهلي. ومادام وصلنا للنادي الأهلي وهنصوره وهنتفرج على جماله والتطورات اللي فيه، تعالوا ناخد معلومة سريعة كعناوين رئيسية للنادي الأهلي، لأن تاريخ النادي الأهلي عريق وعظيم وطويل. فتعالوا بس هنقول مجرد عناوين رئيسية كده ناخد بها فكرة عن النادي الأهلي. النادي الأهلي تأسس في 24 إبريل 1907، كان مقره في القاهرة. النادي الأهلي يعتبر من أنجح الأندية في مصر وإفريقيا، ويعتبر أكتر فريق فاز بالبطولات في لعبة كرة القدم على مستوى العالم. حصل على أكتر من 142 بطولة. النادي الأهلي له أكتر من اسم: نادي القرن، نادي الوطنية، نادي الشياطين الحمر، نادي المارد الأحمر، ونادي القلعة الحمراء. اتأسس على ايد كبار الشخصيات في مصر: عمر لطفي بيك، وأمين سامي باشا، ومصطفى كامل، وطلعت حرب. اتأسس كنادي للشباب الوطنيين المصريين، ومن ساعة إنشائه وهو بيجتمع فيه المصريين علشان يقضوا وقت جميل ويمارسوا الرياضة في نفس الوقت. تم إنشاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الإنجليزي ميشيل في سنة 1909. تم تأسيس أول ملعب كرة قدم في تاريخ النادي، واتطور الملعب بعد كده مع الوقت لغاية ما بقى بالاسم المعروف لغاية النهاردة: ملعب مختار التتش. تم إنشاء أول فريق كرة قدم سنة 1911، ووصل عدد الألعاب داخل النادي الأهلي سنة 1916 ل4 ألعاب، أولها كرة القدم، التنس، البلياردو، الكومبوز. حصل النادي الأهلي على 20 أو أكتر من 20 بطولة قارية، وضعته في المركز الثاني بين أندية العالم بعد فريق ريال مدريد. حصل طبعا على بطولات كتير قوي، اكتر من 39 مرة، وده رقم قياسي في الدوري المصري. وحصل على كأس مصر اكتر من 36 مرة، وده برضو رقم قياسي. وحصل على بطولات تانية، دوري ابطال افريقيا تقريبا 8 مرات، اللي من خلاله بقى اتأهل لكأس العالم للأندية للمرة رقم 5 في تاريخه. فاز بكاس السوبر المصري تقريبا 9 مرات، وكاس السوبر الافريقي، كاس الاتحاد الافريقي طبعا على ارقام، يعني كاس السوبر الافريقي كان تقريبا 6 مرات، كاس الاتحاد الافريقي، كاس الكؤوس الافريقية، كاس الافرو اسيوية. يعني اكتر من بطولة عدت على النادي الاهلي، وكان بيفوز بيها اكتر من مرة بارقام قياسية. اختير النادي الاهلي كافضل نادي افريقي في القرن العشرين طبقا لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي صدر سنة 2000، وتيمنا به سميت اكتر من نوادي على اسم النادي الاهلي، زي نادي اهلي طرابلس، نادي اهلي بنغازي، في نادي اهلي البرج الجزائري، اهلي جدة السعودي، وفي الاهلي الاردني، وفي اهلي دبي الاماراتي، والاهلي البحريني، والاهلي القطري. كل دول اتسموا على اسم النادي الاهلي المصري. على مستوى الرياضات طبعا اتفوق النادي الاهلي افريقيا وعربيا في كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، وتفوق عالميا في لعبة الاسكواش. فكرة تأسيس النادي كان فكرة عمر لطفي بيك.
طبعا كان في العقد الأول من القرن، وبعد كده الفكرة تطورت وأسسوا نادي بعد ما كان الأول نادي موجود، نادي طلبة المدارس اللي هم كانوا بيجتمعوا فيه علشان يقضوا وقتهم ويتكلموا. وبعد كده تطور عملوا النادي اللي هو النادي الأهلي علشان يمارسوا فيه برضو الرياضة، يبقى اجتماعي ورياضي. وتحمسوا للفكرة، وكان على رأسهم الزعيم مصطفى كامل. بعد كده تم تأسيس النادي الأهلي 1907، وبيعتبر النادي الأهلي أول نادي للمصريين في مصر. اتنازل عمر لطفي بيك عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الأهلي الأول لصالح الإنجليزي ميشيل، اللي كان وقتها مستشار بوزارة المالية، علشان طبعا تيسير عملية الدعم المالي للنادي. واتعقد أول اجتماع رسمي لمجلس إدارة النادي في 24 إبريل 1907. اجتمعت اللجنة في منزل الإنجليزي ميشيل بالجيزة، وبعديها قرروا إن هم يأسسوا النادي. تم تأسيس النادي، وطرح إسماعيل سري باشا خلال الاجتماع الرسم الهندسي للتصميم المبنى الرئيسي للنادي باعتباره مهندس معماري. وفي نفس الجلسة عرض عمر لطفي بيك عقد الشركة، ووافق المجتمعون على التأسيس. كانت شركة مدنية باسم النادي الأهلي للألعاب الرياضية، وطرحت الأسهم. بعد كده كان قيمة السهم 5 جنيه، وكان الهدف من إنشاء شركة النادي الأهلي عند تأسيسها إنهم يجمعوا مبلغ 5000 جنيه، علشان المبلغ ده كان هيفضل على مدى العام كمبلغ كافي هيدفع، يعني اللي هو هيقوم على أساسه تأسيس الألعاب اللي هم عايزين يعملوها في النادي، أو اللي هي نقول مثلا الأسهم المالية الخاصة بالنادي. طبعا دخل فيها قرض كان أيامها 1000 جنيه من البنك الأهلي المصري سنة 1908، وكان بضمان عمر سلطان بيك وإدريس راغب وطلعت حرب، اللي ساعتها ساهم طلعت حرب بمبلغ 100 جنيه. طبعا الأرقام دي كانت زمان ليها قيمة، يعني عايزين نقول كده يعني. طبعا انا مش عايزه اتكلم على تاريخ، لان التاريخ طويل جدا جدا للنادي الاهلي، لكن انا عايزه اقول الحاجات اللي هي اساسيه قوي. طيب في يوم 2 ابريل 1908 تنحى ميشيل الانجليزي ميشيل عن منصب رئيس النادي، وتم تعيين عزيز عزت باشا رئيسا، ليصبح بذلك أول رئيس مصري لمجلس إدارة النادي الأهلي. وأقيم حفل شرفي طبعا في النادي الأهلي علشان توديع الإنجليزي ميشيل، وتمت بعد كده تعيين عزيز باشا. لعبة كرة القدم كانت أول لعبة لها جمهورها في مصر، بالذات في النادي الأهلي، لأن هو أول نادي كان يعتبر مشجع للعبة وممارسة الرياضة في مصر كلها. تاني هنقول إن الفريق أول فريق مصري كروي، جات اللحظة التاريخية اللي تأسس فيها أول فريق لكرة القدم رسميا يمثل النادي الأهلي كانت سنة 1911. اتكون الفريق من بين لاعبي المدارس الابتدائية والثانوية اللي كانوا بيمارسوا الرياضة في حوش المدرسة، وبعد كده بدأوا يمارسوها في أرض النادي. وكانت هقول لكم أول أسماء أول فريق لعب كورة في مصر للنادي الأهلي.
حسين فوزي، إبراهيم عثمان، محمد بكري، سليمان فايق، حسن محمد، أحمد فؤاد أنور، حسين حجازي، عبد الفتاح طاهر، فؤاد درويش، حسين منصور، وإبراهيم فهمي. وكان نجم الفريق المهاجم حسين حجازي، وكان أحد العمالقة في تاريخ الكرة المصرية. لعب دور بارز جدا في بناء اللعبة وإنشاء الاتحاد المصري لكرة القدم فيما بعد. أما قائد الفريق كان أحمد فؤاد أنور، كان أول كابتن في تاريخ النادي الأهلي. أول مشاركة محلية بقى كانت في سنة 1917، وكان الهدف لإظهار قوة الأندية المصرية قصاد فرق الحلفاء العسكرية اللي أسستها بريطانيا في مصر. وافق النادي الأهلي على التعاون مع النادي المختلط اللي هو حاليا نادي الزمالك، اللي كان وقتها نادي الزمالك وقتها كان تحت سيطرة الأجانب. ومن خلال إقامة مباراة على أرض كل فريق تنافس فيها النادي الأهلي والنادي الزمالك أو النادي المختلط وقتها لأول مرة. كانت المباراة الأولى في 9 فبراير 1917، كانت على ملعب الزمالك، وفاز فيها الأهلي 1-0. سجل الهدف عبد الحميد محرم، وبكده تخلد اسم عبد الحميد محرم في تاريخ سجلات الكرة المصرية كأول هداف للقمة. المباراة أول مباراة أقيمت فعليا كمباراة محلية بين النادي الزمالك والنادي الأهلي على أرض الزمالك، وفاز فيها النادي الأهلي 1-0. وفي نوفمبر 1917 قام الأهلي بتأسيس شعاره الأول. وفي 1918 كانت المشاركة الرسمية الأولى للنادي، حيث أنه تنافس مع أندية الحلفاء الأجنبية على بطولة كأس السلطان حسين في نسختها الأولى سنة 1917. كمان ساهم الأهلي في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت اللي كانت الكرة المصرية بتعاني في بدايتها من تدخل إنجلترا السياسي، لأنه تم تأسيس ما يسمى بالاتحاد المختلط في سنة 1910. بعدها الاتحاد المصري الإنجليزي سمي الاتحاد المصري الإنجليزي في 1916. لم تكن الأندية الوطنية وعلى رأسها النادي الأهلي راضية عن الوضع ده، ما كانش عاجبهم ان يكون الوضع مختلط بين الاتحاد المصري والاتحاد الانجليزي، لكن كان الاهلي متحمس جدا جدا لرفض الفكرة نهائيا، كان عايز يخليه اتحاد مصري خالص بدون اي اجنبي. انا عايزة اقول معلومات كتير جدا، بس انا برضو مش عايزة اطول الفيديو عليكم، وفي نفس الوقت انا بتكلم بسرعة، اعذروني علشان اقدر اقول معلومات كتير على قد ما اقدر في الوقت القليل اللي انا بتكلم فيه. طبعا انا عايزة برضو اقول النادي الاهلي ساهم بشكل فعال في تأسيس النادي الاتحاد المصري للتنس سنة 1923، وبكده كان في نقلة كبيرة جدا في نشاط اللعبة داخل النادي. ومن وقتها انتخب في عضوية اتحاد التنس من أعضاء الأهلي كان حسين عنان ومحمد رشدي وكامل البنداري. في 3 نوفمبر 1917 قام محمد شريف صبري بيك عضو النادي وخال الملك فاروق بتصميم أول شعار للنادي الأهلي، كان عبارة عن شكل بيضاوي
مزين بتاج الملك المصري في الطرف الأعلى، وهو يرمز للحكم الملكي بمصر وقتها. وفي الأسفل كتب النادي الأهلي، وفي الوسط كان النسر المحلق. في سنة 52 وبعد ثورة يوليو تغير رمز الدولة، ورفع الأهلي التاج عن شعاره، وبقى موجود النسر بس. بعدها أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قبوله الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي في 17 يناير 1956، وتقديرا للدور الوطني اللي كان بيقوم بيه النادي الأهلي في مساندة الثورة وتدريب الفدائيين، تم الإعلان عن الشعار الثالث للنادي الأهلي اللي هو موجود لحد النهاردة معانا. فروع معلومة بقى أخيرة بقى، أنا هتكلم بسرعة. فروع النادي الأهلي طبعا الفرع الأساسي اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي هو فرع الجزيرة، الفرع الرئيسي للنادي الأهلي، واللي تم افتتاحه في 26 فبراير 1909. بيضم ملعب مختار التتش، الملعب ده اللي بيقام عليه تدريبات الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، بالإضافة لحمامين سباحة، واحد منهم أولمبي، وملاعب للتنس والإسكواش، وصالة الأمير عبد الله الفيصل للألعاب الرياضية اللي هي كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، بالإضافة إلى صالة الشهداء، وهي الصالة المخصصة لتدريبات الألعاب الأخرى ومباريات الناشئين والسيدات، ومرسى على نهر النيل مخصص للأعضاء، ومبنى إداري مجهز على أعلى مستوى، وصالة جيم، ومكتبة فرعية تابعة للمكتبة الرئيسية اللي في فرع مدينة نصر. فرع مدينة نصر تاني فروع النادي الأهلي، بدأ إنشاؤه عام 1993، بيضم ملاعب التدريب والمباريات الخاصة بفرق الشباب لكرة القدم، بالإضافة إلى وجود مجمع حمامات سباحة وأكثر من 10 ملاعب للتنس وتنس الطاولة. كما يشهد تواجد المكتبة الرئيسية لألعاب القوى، وهو أكبر فروع أو أكتر فروع النادي تميزا في الجانب الاجتماعي. كمان في فرع الشيخ زايد، مجلس الإدارة بتاعته حاليا محمود طاهر، وهو نادي اجتماعي في ملعبين نجيل صناعي قانونيين لتدريب فرق الأكاديمية، وملعبين كرة قدم خماسية، و6 ملاعب كرة طايرة وسلة ويد، و6 ملاعب للتنس. طبعا احنا عرفنا معلومات بسيطة وقليلة عن تاريخ النادي الأهلي، بس هي كانت عبارة عن عناوين رئيسية حبيت أقولها خلال الفيديو اللي أنا بصوره في اليوم الجميل اللي احنا قضيناه في النادي الأهلي. لكن أنا لو هتكلم عن تاريخ النادي الأهلي فأنا عايزة 4 5 6 حلقات علشان نتكلم عن العملاق الرياضي النادي الأهلي. ان شاء الله اشوفكم في فلوج تاني، واشوفكم ان شاء الله مرة تانية في جولة تانية من مكان تاني، والى اللقاء.